تحية طيبة لكل إنسان يؤمن بإنسانية الإنسان ويقدر شرطه الأدمي. تحية طيبة لكل المتابعين والأوفياء. اضربوا الأساتذة الذي أسقط الوزارة في الدعم العشوائي والارتجالي. لم يخطر على بال مهندسي ومسؤولي وزارة التعليم وهم يقررون بيروقراطيا في مستقبل الأجيال وفي المكاتب المكيفة، طبعا بأن حاملي الشواهد والأطر الذين تم إقصاؤهم من مباراة ولوج مهن التربية والتكوين بحجة وذريعة تجاوزهم ل30 سنة هم أنفسهم، أي هؤلاء الذين تم رفضهم، من سيتم استغلالهم وانتهاز أوضاعهم المزرية لسد الثغرات والفراغات التي أحدثها وخلفها إضراب الأساتذة الذين ما عادوا قادرين على تحمل المزيد من الإقصاء والتهميش والاستبعاد الاجتماعي. نعم، فهؤلاء الأطر سواء منهم المعطلين أو الذين يرزحون تحت نيران التعليم الخصوصي هم الذين ستستنجد بهم الوزارة الوصية، متجاهلة بذلك وناسية مخططات الإقصاء والتصفية التي صفعوا بها في غياب أي قانون منطقي. فليس هذا هو العبث بأم عيونه الذي لا يتحمل أي مسؤولية تاريخية. ففي الوقت الذي تعتبر فيه القوى العظمى عالميا التعليم عملة العصر وقاطرة النهضة التنموية بامتياز، ها هي العقلية التصفوية عند المسؤولين تتعامى وتتجاهل مستقبل الأجيال التي يجب أن يعول عليها في بناء وتأسيس مشاريع الرخاء والازدهار. فعن أي مستقبل يمكن الحديث اليوم في ظل مدرسة نكرة تعاقبت عليها مجموعة من الإصلاحات دون أن تقدم الإجابة الصحيحة ودون أن تعي بأن الاستثمار الحقيقي في الإنسان رجالا ونساء هو أكبر ضمان لكل مشروع تنموي هادف وفعال. إن قدوم الوزارة الوصية على تعويض الأساتذة بهكذا منطق يعد ضربة موجعة بل وقاتلة لحاضر ومستقبل المشروع التعليمي. فليعقل أن يتم مثلا تعويض أستاذ في أولى بكالوريا قضى سنوات في التعامل مع المقرر بأستاذ آخر أو بأستاذ في التعليم الخصوصي أو بمعطل. هذا الأستاذ في التعليم الخصوصي يشتغل كأستاذ في التعليم الابتدائي أو في الأول. هناك من يشتغل في التعليم الأول من الابتدائي وتم تكليفه بالأولى بكالوريا في مادة سيمتحن فيها المتعلم في الجهوي. طبعا من يشك في هذه العملية فما عليه إلا أن يطلع على اللوائح التي تكرمت بها المديريات الإقليمية
وسيكتشف العجب العجاب. طبعا نحن في هذا المقام لا ننتقص من تكوين وقيمة أحد، لكن إحقاقا للحق فإن للتجربة والممارسة والاطلاع على المقررات الكلمة الحاسمة في العملية التعليمية التعلمية. أحب من أحب وكره من كره. ففي غياب تكريم الأستاذ واحترام شرطه الأدمي لا حديث يمكن بتاتا أن يستقيم، ولا مستقبل زاهر سيتأسس. لا بد إذن من رد الاعتبار للتعليمي والمعلم، وذلك من خلال طرح مشاريع وطنية علمية تستجيب لتطلعات الإنسان وإنسانيته ولرهانة العصر الراهن الذي باتت فيه الدول التي تحترم الإنسان تبني فيه اقتصاديته العملاقة على الرمز المعرفي، بعيدا عن منطق المخططات الطبقية التصفوية التي ما تزال تعتبر التعليم مؤسسة تابعة يجب أن تعمل على إعادة إنتاج النخبة، هذه النخبة التي تسيطر على الثروات المادية والرمزية. فحق التعليم ذو الجودة العالية من الحقوق التي لا يجب المساس بحرمتها. ومن يرى اليوم في التعليم قطاعا مكلفا فلينتظر تكلفة الجهل، لأن تكلفة الجهل أفضح وأفدح وأعوص مما يمكن أن يتصور العاقل. كان معكم الأستاذ والمرشد النفسي علي العلوي. دعموا هذه القناة باقتراحاتكم، بملاحظاتكم، بالاشتراك، باللايكات، كي تستمر ونستمر في العطاء. إلى اللقاء.